اتكلمنا قبل البريك ال10 دقايق دول، عرفنا ايه هو الاوراكل، ايه مميزات الاوراكل. عرفنا وقلنا ان في عندي حاجه سيستم سايكل ليفل، دوره حياه البرنامج ان انا بمشي عليها، وعرفنا ايه هي. هنبدا هنخش فعليا ازاي نشتغل على البرنامج، وازاي نطبق عملي، وازاي نسطب البرنامج. طبعا رقم واحد ازاي نسطب البرنامج. طبعا انا مش هسطب البرنامج دلوقتي لان هو بياخد وقت شويه، فانا هشرح على الصور اللي موجوده عند حضرتك على اللينك برنت سكرين. انا هشرح على الصور الموجوده برنت سكرين عند حضرتك. انا هشير الديسكتوب بتاعي واشرح الصور. تمام. ده كان قبل البريك. هنبص معايا، ركز معايا على الصور اللي انا هشرح عليها طريقة التسطيب. حضرتك اول ما بتتك على فايل ال exe بيبدأ يظهر معاك الصورة ديت. تمام. اول ما حضرتك تتك على ال exe بيبدأ معاك يظهر الصورة ديت. لازم يديك بيزد هنا. لو اداك فيلد حضرتك يبقى في عندك حاجة غلط في السورس بتاعك، لازم يديك بيزد هنا. تمام. بيبدأ يخش معاك هنا على طريقة التسطيب. حضرتك هتنزل بيزك ولا ادفانسد؟ احنا هنختار الادفانسد علشان نظبط نتمكن من ضبط اللغة العربية. فان انا لما اجي ادخل مثلا في الكولم بتاعي احمد محمد يوسف بالعربي يدعمها، ما يطلعليش علامات استفهام. فهنا عشان نظبط اللغة العربية. حضرتك انا بشرح لك طريقة التسطيب على الصور علشان حضرتك تبدأ تشتغل عليها. تالت خطوة حضرتك احنا هنختار الستاندر اديشن. ستاندر اديشن هنا من نوع الداتابيز بتاعي. انا عندي اوريكل داتابيز هنا مديني 4 اختيارات. هنختار حاجة اسمها ستاندر اديشن، وهنا هتك على البرودكت لانجوج علشان اتمكن من ضبط اللغة العربية، ضبط اللغة بتاعتي ان هي الستاندرد بتاعي يبقى انجلش، واتك اوكي. هنا بيقول لك حضرتك انت عايز تنزل اوريكل فين على الجهاز بتاعك. طيب دلوقتي هو بيعمل سيرش على المساحه الفاضيه ويبدا ينزل. حضرتك مثلا هو بيقول لك انا هنزل اعديها، هعمل فولدر اسمه اوريكل وهبدا انزل السورس التسطيب بتاعي. انت ممكن تغير الدي وتحطه في اي مكان حضرتك عايزه. تمام. بعد كده دي عمليه التشيك بتاعك. لازم تظهر كلمه بيزد هنا. لو ظهر لك اي ايرور هنا او اي ايرور في التشيك اللي بيحصل على امكانيات الجهاز، هل هي امكانيات صالحه لتنزيل الاوراكل، هل كل حاجه متطابقه معاك. حضرتك لو ظهر عندك ايرور هنا، لو ظهر ليك ايرور هنا هتتعلم عليه وتتركه ريتري لحد ما هو هيعمل معالجه له وتظهر لك كلمه بيزد. لازم تظهر كلمه بيزد هنا. تمام. هنا احنا مش هنعمل حاجه غير ان احنا هندوس نيكست بس، وهنا برضو خليها الجنرال وهندوس نيكست برضو. طيب جات لي هنا في سبيسيفايد داتابيز كونفيجريشنز اوبشنز. تمام. هنا اسم الداتابيز بتاعتك ORCL، ده اسم الداتابيز. خلي بالك انت ممكن تسميها اي اسم، تسميها حماده لو حضرتك عايز تسميها حماده مفيش مشكله. هنختار هنا في السلكت داتابيز كاركتر سيت الارابيك. تمام. واللي هو الكود بتاعه 1256 ارابيك، والكود بتاعه 1256 علشان نقدر نظبط ان هو يدعم اللغه العربيه. طيب بعد ما انا عملت كده بعلم على التشيك بوكس الصغير ديت عشان اقول له يكريت لي السمبل سكيما داتابيز اللي هي الخاصه بالاتش ار اللي احنا هنشتغل عليها، اللي هو الجداول اللي موجوده بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. رقم 10 بعد ما علمت اخترت الارابيك 1256 وسميت الداتابيز بتاعتي ORCL، وعلمت تشيك هنا على ان هو يبدا ينزل لي السكيما داتابيز.
ببدا بعد كده ادوس نيكست. تمام، وابدا ادوس نيكست نفس تاني برضو، وبرضو ادوس نيكست. هنا هو هيجي هنا معلم على اليوزر ديفايند باسورد دي، لا حضرتك هتعلم على تحت هنا وهتتك هنا الباسورد اللي حضرتك عايزه. واحنا دايما بنخليه سيس، بنخليه اس واي اس. ده يعني ده بالنسبه للناس البروجرامر عندنا يعني. كده اديك السمري بتاعك وقال لك شكرا ان الكلام دوت هيبدا يعمل كل حاجه بقت تمام. هيبدا يعمل عمليه الانستليشنز، وهو هيبدا هنا اهو. ريح نفسك شويه وسيب الاوراكل يشرب بالنزول على جهازك، وهيبدا ينزل الاوراكل معاك. هيبدا يعمل لي عمليه الكونفيجريشنز بتاعتك. تمام، ودي عمليه مهمه جدا ما يطلعش فيها اي ايرور. لو طلع فيها ايرور يبقى كده شكرا الاوراكل مش شغال عند حضرتك. لازم يبقى في مشكله عندك، لازم هنا ما يدينيش اي ايرور. هنا برضو حاجه خاصه بالكونفيجريشن. طيب انا ظهر لي الشاشه ديت، هتك على الباسورد مانجمنت علشان ابدا افتح اليوزر واعمل باسورد ليها. هتظهر لك الشاشه ديت. حضرتك هنحتاج السيستم والسيس، وتحت الاتش ار هنلاقيها تحت الاتش ار والسكوت. ممكن تفتح اليوزر دي، اليوزر كلها الموجوده عندك على الداتابيز. ما دام معمول صح يبقى هو كده مقفول لوك، احنا بنعمله ان لوك. هتكتب هنا الباسورد وتاكد تعمل له كونفيرم للباسورد. هتكتب الباسورد اللي انت حضرتك عايزه هنا وتعمل له كونفيرم. كده حضرتك الباسورد اللي حضرتك دخلته ده الباسورد اللي تخش عليه. تمام كده، الف مبروك الاوراكل نزل على جهازك. حضرتك الكلام اللي لما بيظهر دوت هنا هتاخده كوبي وتحطه في ملف تكست، علشان اللينك اللي هنشتغل عليه اهو. اللينك اللي هنشتغل عليه ونبدا نحط عليه هنشتغل على البراوزر، هو دوت اللينك ده. حضرتك اول ما بتعمل اكزit بيفتح لك على صفحه انترنت وبيدخلك على الانتربرايز مانجر. الانتربرايز مانجر. هتخش بالباسورد سيس على سيس، وتختار في عندك كومبو بوكس كده، هتختار حاجه اسمها سيس دي بي اي، وهتنزل تحت هتوافق على الشروط الاتفاقيه مع اوراكل وهتقول له اجري. تمام، بعد كده هيمكنك ان انت نفتح الاي سيكوال بلس اللي انا شغال عليه. طيب انا دلوقتي ما نزلتش البرنامج يا باشمهندس وعايز انزل البرنامج. ازاي اعمل اشتراك على اوراكل؟ حضرتك انا برضو معايا الصور بتاعت الاشتراك. ده موقع اوراكل الرسمي. هندخل على عمليه الساين ان هنا او ريجستريشنز. هنعمل عمليه ريجستريشن وهنبدا نعمل ساين كرييت نيو. هنا كرييت نيو اكونت. حضرتك هتملى البيانات بتاعتك، بس خلي بالك ان الباسورد لازم يبقى حروف كابيتال، حروف سمول وارقام. حروف كابيتال، حروف سمول وارقام. بعد كده هتعمل عمليه الداونلود. هتتك على كلمه داونلود وتختار الداتابيز اللي احنا هندون داتابيز. تمام، ادي الداتابيز 10 جي. داتابيز 10 جي ده الاصدارات الخاصه بال 10 جي. رقم بص كده هتعد 1 2 3 4 ده الخاص بال7 سواء 32 او 64. طب الخاص بالويندوز اكس بي رقم 5. يبقى رقم 4 الخاص بال7 سواء 32 ولا 64. هتيجي تقول له يا باشمهندس هو مش بيسطب على 64، لا هيسطب على 64 بس في طريقه كده للتسطيب. هتقف كليك يمين على ملف الاكس اي. الناس تكتب اللي عندها 64 بايت هتكتب الطريقه ديت. هتقف كليك يمين على انا هعملها لك دلوقتي عملي، بس انا بقول لك دلوقتي هتنزل اللينك رقم 4 دوت الخاص بال7، ولينك رقم 5 ده الخاص بالاكس بي. ده بصوره بسيطه. هنتك طبعا هنا اكسبت، وبعد كده هننزل الكومبليت طبعا كومبليت فايل. كده حضرتك عملت الداونلود بتاعك. طيب انا عندي ال 64 بايت ومش عارف اسطبه عندي على الجهاز يا باشمهندس. بكل بساطه حضرتك هتقف على الملف الاي اكس اي، دبل كليك يمين، هتعمل بروبرتيز هنا. تمام، هتختار حاجه اسمها الكومبلابيلتي وهتعمل تشيك على الرن هنا، وهتختار بدل سيرفر باك سيرفيس باك 3 هتخليها سيرفيس باك 2 وهتنزل معاك زي الفل ان شاء الله. تمام، ده كان طريقه الشرح. طيب هنفتح البرنامج ازاي يا باشمهندس؟
هنفتح البرنامج ازاي؟ هنفتح كده، لو كتبنا كده بص معايا هيفتح معاك على البراوزر. اللينك اللي انا قلت لك عينه عندك هو ده اللي هيشتغل عليه. او فتح معايا الانتربرايز الانترفيس بتاعتي، هتكتب الاتش ار على اتش ار ولوجن. كده انت دخلت تبدا تكتب اوامر بتاعتك. طيب كلام جميل. انا كده فتحنا شرحنا التسطيب وشرحنا ازاي نعمل لوجن على البرنامج. طيب هنبدا نشرح بقى اول شابتر فعليا معانا في الكورس. بسم الله الرحمن الرحيم. الباوربوينت بتحمل بس يا شباب. اول شابتر معانا ان شاء الله واول شابتر العمليه retrieving data using the SQL select statement. ازاي اعمل عمليه استرجاع للبيانات اللي عندي. بيانات عندي، بيانات، خلي بالك بيانات موجوده، يعني هو اللي عاملها لك، هتعمل لها عمليه استرجاع. انا عايز اشوف البيانات دي. يعني حضرتك مش هتدخل حاجه، حضرتك كل اللي انت هتتعلمه معايا النهارده في المحاضره ديت هتقول له ايه؟ انت الاوراكل عامله لك بيانات، طب انا ممكن اشوفها لو سمحت يا اوراكل؟ طيب بس انا بستاذن اوراكل لو سمحت ممكن اشوف البيانات اللي عندك. اشوفها ازاي؟ ان انا هستخدم جمله select statement. الاوبجكتيف الخاصه بالليسون دوت ان انا عايز اشوف الكومباتيبيليتيز الخاصه بالسيكوال ستيتمنتس اللي هي امكانيات جمله السيكوال، امكانيات جمله السلكت ممكن تعمل لي ازاي. ازاي ابدا اعمل اكسكيوت بيز سيلكت ستيتمنت، ازاي ابدا انفذ ايه جمله سيلكت بسيطه. عايز اعرف الديفرنت بين السيكوال نفسه والاي سيكوال بلس. انا عايز اقول لك على حاجه حلوه قوي قبل ما نخش فعليا على الشرح. حضرتك لما بتيجي تسطب بعد ما سطبت الاوراكل، لو دخلت على قائمه ستارت كده زي ما انت شايف معايا ودخلت على حاجه اللي اسمها اوراكل هنا، تمام. حضرتك احنا ممكن نشتغل على البراوزر او نشتغل على النوت باد. ده سيكوال هيفرق لك بينهم، هيفرق الاثنين من بعض، بس احنا بنفضل نشتغل على اللهم صل على سيدنا محمد الاي سيكوال بلس. الحاجه بقى الاجمل لو انت ممكن تنزلها بقى السيكوال ديفلوبر اللي انا هفتحه دلوقتي. هنسيبه يحمل بس ونبدأ نشتغل مع بعض. السيكوال ديفلوبر انت حضرتك ما بتسطبوش، انت بعد ما بتسطب الداتابيز، بعد ما سطبت الداتابيز اوريدي، تمام، كل اللي انت حضرتك هتعمله هتعمل كونكت بين السيكوال ديفلوبر والداتابيز بس، وهتعمل اوامر السلكت عادي. دي التولز اللي بنشتغل عليها في ال 11 جي. يعني احنا لو نزلنا ال 11 جي هنشتغل على التولز ديت اللي هي السيكوال ديفلوبر. هنعلم كده تشيكات على ده وهنقول له موافق، تمام. بص حضرتك ديت الانترفيس الخاصه بالسيكوال ديفلوبر. انا عايز اعمل كونكت بين الداتابيز اللي انا نزلتها دي من شويه وبين البرنامج ده. حضرتك هتعمل كونكشنز هنا، هتعمل نيو كونكشن، تمام. حضرتك هتشتغل اوراكل ولا هتشتغل ايه؟ انا هشتغل اوراكل. هشتغل ايه؟ اوراكل. عندك اكسس، عندك ماي سيكوال، عندك سيكوال سيرفر. لا انا هشتغل على اوراكل، تمام. وهتعلم على علامه البيزد هنا، وهي هنا هتبقى اس اي دي، وهتقول له مثلا تيست. هيقول لك خلي بالك انت فين بقى هتدخل ايه. هنا هتسخن اسم قاعده البيانات بتاعتك، هتدخل اسم ايه
قاعده البيانات انا عندي اسمها او ار سي ال. تمام، انا اشتغل على اليوزر اتش ار، الباسورد اتش ار. طب اعمل تيست يا باشمهندس يا اوريكل سيرفر، اهو بيعمل لك تيست، قال لك المدخلات غير صحيحه. هنشوف بس نقفل الكولابس او ار سي ال اتش ار لان انا عامل كونكت عنده اصلا، انا عامل كونكت معاه اصلا، يعني انا عامل كونكت مع الاو ار سي ال اصلا يعني. تمام، فحضرتك هتختار او ار سي ال وتبدا تعمل كونكت معاها عادي. انا عامل كونكت، بس انا دي الطريقه اللي انا عملتها، هو مش راضي يكونكت عشان انا اوريدي عامل كونكت. فحضرتك لما تيجي تسطب تنزل برنامج من على الموقع، انا رافع لينك البرنامج ده وهتعمل له كونكت هيعمل معاك، وهتخش اتش ار هيخش معاك كونكت اهو. تمام، انا هبدا اجرب الاوامر السلكت اللي احنا هندرسها النهارده مع بعض هنا، وهنجربها على الاي سيكوال بلس، وهنعمل فوتنج هنختار نشتغل على انه تولز. تمام، نرجع بقى للشابتر بتاعنا اللذيذ الجميل. احنا قلنا عايز اعرف ايه مميزات جمله السلكت بتاعتي، عايز ابدا استخدم جمله سلكت بسيطه، وعايز اعرف بين الفرق بين السيكوال اللي انا فتحته من قائمه ستارت وبين الاي سيكوال بلس اللي هو على البراوزر. تمام، قال لك يا باشمهندسين صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام، عندي جمله السلكت بتعمل لي كذا وظيفه. جمله السلكت بتعمل لي كذا وظيفه، يعني انا بكره لما اجي اسال جمله السلكت بتعمل ايه، ركز ان انت هم دول وظائف جمله السلكت. بتعمل لك حاجه اسمها بروجكشن، تمام، وبتعمل لك حاجه اسمها سيلكشن، وبتعمل لك حاجه اسمها جوين. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ انا مش فاهم اي حاجه بصراحه، اقول لك اهدى عليا وبالراحه. انا عندي التيبل بتاعي اهوت، عايز اعمل عمليه بروجكشن. يعني ايه؟ يعني انا هقول له انا عندي مثلا 50 كولم، 50 كولم يعني عمود. خلي بالك هنقول بقى ايه ده، كولم، تمام، ده رو صف، واللي جوه دوت فيلد. تمام، ركز معايا في المسميات ديت، الكولم العمود، الرو الصف، اللي بينهم التقاطع اللي بيطلع بين العمود والصف الفيلد او السل، الخليه او الحقل. ازاي اعمل بروجكشن لو انا عندي 50 عمود، 50 عمود، اسم الموظف وسنه وعنوانه ومتجوز، ولو متجوز مرتين طب طلق ولا مش مطلق، ولا هو نوع عربيته بيركب معاه عربيه نوعها ايه، عواميد بقى كتير، وانا عايز بس اطلع اسم الموظف ورقمه، عمودين بس. هستخدم ايه؟ هستخدم بروجكشن. يبقى انا الوظيفه لو انا هطلع عواميد بس، لو انا هعمل عواميد بس، يبقى انا بعمل عمليه ايه؟ بروجكشن، ان انا بطلع عواميد، طلع اسم الموظف بس، طلع اسم الموظف ورقمه بس. تمام؟ طب لو الموضوع زاد معايا عن اكتر من 2 كولم، ولو انا قلت له سيلكت استريكت من الجدول، هات لي كل البيانات اللي في الجدول، هتبقى عندي عمليه سيلكشن. يعني انا بختار له رو صف كامل، اسمه وسنه وعنوانه ومولود فين وبلده. تمام، يبقى انا هنا بعمل بروجكشن عمود، وسيلكشن اللي هو رو. طب الجوين، انا عندي تيبل واحد، تيبل اتنين، ببدا اعمل علامه الربط بينهم. ده بقى خلي بالك وركز واربط معايا على الكلام اللي انا قلته قبل البريك دوت، اللي هو مفهوم الدي بي ام اس، اللي هو ايه؟ داتا بيز مانجمنت سيستم. يعني ايه؟ احنا قلنا قبل ما يخترع الموضوع دوت، كان في حاجه اسمها الفايل الفايل مانجمنت سيستم. ثواني بس، ثواني. الو، ايوه يا باشا، ايوه يا باشمهندس، انا عارف. رقم واحد بروجكشن
رقم 2 سيلكشن، رقم 3 جوين. خلي بالك بس من مسميات ان العمود ده اسمه كولم، ده عمود، ده كولم. تمام. لو جبنا لون تاني وقلنا ده كده رو، صف. تمام. لو جبنا لون تالت وقلنا تقاطعهم مع بعض بيديني الفيلد او السل اللي هي الخليه. طيب انا دلوقتي عايز اعرف يعني ايه بروجكشن. هقول لك نفترض ان التيبل بتاعي فيه 50 كولم، 50 كولم، اسم الموظف، سنه، عنوانه، تليفونه الموبايل لو عنده موبينيل او اتصالات او فودافون، كل واحده في كولم، عنده تليفون البيت، عنده ايميل، عنده. تمام. وعايز اختار بس حاجتين، عايز اختار اسم الموظف واختار اسمه، اللي هي عمليه البروجكشن. انا بختار كولمز، بختار كولمز مش صفوف، بختار كولمز. عايز اسماء الموظفين كلهم، عايز اسماء الموظفين ورقمهم 2 كولمز. لو الموضوع زاد عن 2 كولم، تمام، ببدا اعمل عمليه سيلكشن. انا بختار الرو كله، بعمل ايه؟ الصف كله. تمام. طب رقم 3 اللي هي جوين دوت، اللي بيحقق مبدا الدي بي ام اس، اللي هو ايه؟ داتا بيز مانجمنت سيستم، اللي احنا اتكلمنا فيه قبل البريك، وقلنا ان انا ببدا اقسم البيانات بتاعتي على كذا تيبل، وببدا اربط بينهم بريليشنال اللي هي الجوين، عمليه الربط. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حطيت جدول الاداره في جدول، الادارات في جدول، والموظفين في جدول، وقلت ان الموظف دوت في الاداره ديت عن طريق ربط بينهم ان هو عمود الاداره. طيب قبل ما نبدا قبل ما يظهر الموضوع دوت، تمام، كان في حاجه اسمها الفايل مانجمنت سيستم، ان انا كل البيانات بتاعتي في تيبل واحد، وده طبعا كان موضوع واتكلمنا فيه في قبل البريك. فانا حلينا المشكله دوت، الاف دكتور كود حل المشكله ديت، ان احنا بقت عمليه داتابيز مانجمنت سيستم، ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم، ان انا بعمل كذا تيبل، ببدا اربط بينهم كذا ببعض. تمام. طيب يبقى انا عرفت ان جمله السلكت بتاعتي، جمله السلكت بتاعتي بتبدا تعمل 3 وظائف: بروجكشن، سيلكشن، جوين. عايز ابدا اكتب جمله سلكت بيزك سهله، سيبك من ده السنتكس. سنتكس دي يعني ايه؟ يعني طريقه الكتابه. انا هنخش على مثال على طول. علشان ابدا اكتب جمله سيلكت، ببدا اكتب جمله سيلكت. خلي بالك ان انا عندي حاجه في الاوراكل اسمها ريزيرفد وورد، يعني كلمات محجوزه. يعني كلمات محجوزه، الاوراكل حاجز مساحه في كلمات معينه. يعني زي مثلا ايه؟ سيلكت، اختار. هيختار منين؟ هيختار من الشارع، هيروح سوبر ماركت اقول له بعد اذنك هات لي شويه بيانات، هيختار من تيبل، بقول له سيلكت من يعني ايه؟ من فروم واسم التيبل. طب هيسلكت ايه؟ سيلكت الحاجه اللي انا عايز اختارها، يبقى سيلكت، وهنا بعدها ياتي اللي انا حاجه اللي انا محتاجها منين؟ من السوبر ماركت؟ لا، من التيبل دوت. شرح جمله السيلكت. طيب انا عايز اعمل سيلكت اول الكولمز اللي عندي، سيلكت استريك، علامه النجمه دي استريك ديت خاصه بان هي تجيب لي جميع البيانات اللي في التيبل. طب لو جينا كده جربنا الكود دوت، وجينا على سيكوال ديفلوبر كده وقلت له مثلا ايه؟ بص معايا اهو، بص معايا، انا مش هكتب حاجه لحد ما الدنيا تبقى هاديه كده ويبقى الموضوع ظاهر عندكم. هقول له سيلكت، خلي بالك ما دام نزلت الفوتو قلبت لون ازرق على طول. انا بشتغل على سيكوال ديفلوبر. استريك انتر فروم مثلا الامبلوي. تمام. وهقول له رن الكلام دوت. بص بص بص، جاب لك جميع البيانات، ادي الاي دي وادي الامبلوي اي دي اهو. بص هو عمل لك تسلسل خاص بيه بدل الامبلوي اي دوت.
وادي الفيرست نيم، اللاست نيم، الايميل، الفون نمبر، الهاير ديت، الجوب اي دي، السالري، الكوميشن. تمام. طب نجرب الكود ده، نفس الكود نفسه هو على الانفايرمنت بتاعتنا اللي هي السيكوال بلس. هنعمل كونكت وهنقول له اتش ار على اتش ار، وهقول له نفس الكود اهو. بس خلي بالك بقى ان انا لما اجي اكتب اي حاجه ريزيرفد وورد بخليها كابيتال، يعني السلكت بخليها كابيتال عشان اعرف ان هي ريزيرفد وورد. استريك. تمام. فروم مين؟ فروم الام بلويز. خلي بالك ان الاسم اسم الجدول جمع. بقول له اكسكيوت، جاب لك ايه؟ يعني بص ادي نفس النتيجه اهيت وادي نفس النتيجه اهو. تمام. هنا بس ان هو لما تيجي تكتب ريزيرفد وورد بيلون لك الكلام اللي موجود عندك. يعني انا جربتها لك اهو، شرحتها لك نظري وشرحتها لك عملي. نظري ان انا بقول لك ايه، انت هتعمل ايه؟ هتختار بجمله ايه؟ هتختار بجمله سيلكت. هتختار ايه؟ جبنه وبيض وفول؟ لا، هختار البيانات اللي عندي. طب انا مش عارف الكولمز، انا عندي 50 كولم، هكتب بقى 50 كولم؟ لا، انا هقول له نجمه، يعني هات لي كل البيانات اللي موجوده عندك. منين؟ من المول اللي تحت في الشارع؟ لا، من اسم الجدول. تمام. ده بالنسبه لاول جمله سيلكت عندنا. ودوت حاجه اسمها سيلكشن، يعني انا بجيب جميع البيانات اللي عندي. طيب انا عايز اختار سبسيفيك كولمز معينه. ده بقى اللي بيقول لك عليه اللي هو ايه؟ البروجكشن، ان انا بختار كولمز معينه. تمام. لو جينا هنا على الاي سيكوال بلس وجيت هنا مسحت النجمه وقلت له لو سمحت يا اوريكل هات لي الامبلوي اي دي. بص بقى انا هختار كولمز، هكتب اسم الكولم سيلكت ديت ثابته عندي. سيلكت دي ثابته ايه معايا. الكولمز بقى ادي اول كولمز. طب انا عايز اكتب واحد تاني، هكتب كوما. التاني ايه؟ التاني اللي هو مثلا اللاست نيم فروم مين؟ من الامبلويز. واعمل اكسكيوت كده. بص جاب لي رقم الموظف واسمه. طبعا هنا نيكست باج، فالبيانات في بيج تانية. نجرب نفس الكود هو على السيكوال ديفلوبر. سيلكت الامبلوي اي دي كوما اللاست اندرسكور نيم. منين يا عم الحاج؟ من جدول الامبلويز. رن كده. هو علشان بس الجمله اللي فاتت يعني منفذت الامرين مع بعض. سيلكت الامبلوي اي دي كوما اللاست نيم. منين؟ من الامبلويز اهو. جاب لي ايه؟ عمل لك متسلسل خاص بيه وجاب لك الاي دي اهوت وايه واللاست نيم. نرجع تاني للسلايد بس اتاكد بس من الروم. تمام. نرجع تاني للسلايد بتاعتنا. يبقى انا كده دلوقتي عرفت ازاي ابدا اعمل عمليه سيلكشن. انا ممكن اشيل الاستريك ديت وابدا اكتب اسامي الكولمز كلها. وازاي اعمل عمليه البروجكشن، ان انا اختار تو كولم من عندي. طب الجوين يا باشمهندس، الجوين ده في شابتر 5 بالتفصيل الممل. تمام. خلي بالك بقى ان انا عندي شويه رولز ازاي ابدا اكتب جمله سيلكت. ايه هي الرولز يا باشمهندس؟ اول حاجه ان السيكوال ستيتمنتس ار نوت كيس سنسيتيف. يعني ايه؟ مش مرتبط بحروف الكيس سنسيتيف، ان هي القيد في كتابه الاحرف هل هي كابيتال ولا سمول. لا، هتكتب كابيتال سمول، حرفين كابيتال والباقي سمول براحتك. السيكوال ستيتمنتس كان بي 1
or more lines. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكتب جملة select كلها في سطر واحد او في سطرين، وهنشوف هنطبق الكلام ده دلوقتي. قال لك can't abbreviated or split cross line. يعني ايه؟ يعني ما تكتبش كلمة select سال وتحت كلمة وبقية الكلمة. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا كده. قال لك ان انا ممكن لو جيت هنا خدت السطر دوت كت كده وجيت حطيته هنا كده، الجملة سيلكت كلها على وان لاين، ونفذها لي تاني اهو نفس الجملة. طيب الحاجة التانية انا بعملها على سطرين. قال لك ما تبدأش تقسم لي الكلمة كده. بص سل وتحت اكت كده هيديك ايرور. بص هعمل اكسكيوت اهو، قال لك ايرور، هو مش فاهم الكلام ده. تمام؟ خلي بالك. طيب بالنسبة للكابيتال، بص انا هبدأ اكتب بقية الحروف كابيتال سمول. هبدأ اكتب بقية الحروف ايه؟ سمول اهو. نفذت عادي. تمام؟ قال لك لازم في تعمل سيمي كولوم. السيمي كولوم ديت يعني ايه؟ نهاية كتابة الجملة، نهاية كتابة الكود بتاعي، نهاية كتابة السطر بتاعي. في الاي سيكوال بلس مش شرط ان انا ابدا اكتب سيمي كولومز، مش شرط ان انا اقول له سيمي كولومز، لانها انفايرمنت، بيئة وليست لغة. طيب بالنسبة السيكوال ديفلوبر كذلك. طب الاي سيكوال بلا السيكوال نفسه بقى اللي احنا فتحناه من قائمة ستارت. بص كده حضرتك، لو قلت له اتش ار على اتش ار وجيت هنا قلت له سيلكت استريك ونزلت سطر، بص قال لك انت بتكتب في السطر الثاني، يعني from employees كده. مش انا كتبت الكود انتر، فاكرك انت لسه في نفس الكود. لو عملت انا سيمي كولومز بص بيعمل ايه؟ بيجيب لي جميع البيانات كلها. فانا الفرق ان انا ببدا اشتغل السيمي كولومز على الايه السيكوال بس، اما الاي سيكوال والسيكوال ديفلوبر مش محتاج ان انا ابدا اعمل سيمي كولوم. وهو دوت اللي بيقول لك عليه هنا. تمام؟ ركز معايا قوي في الحته دي. انا عندي حاجه اسمها arithmetic expressions. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا عايز اعرف اعمل عمليه arithmetic، عمليات حسابيه. طيب قبل ما اشرح الكلام دوت هنرجع كده لحاجات احنا خدناها في الابتدائي. ان انا عندي حاجه اسمها arithmetic وعندي حاجه اسمها لوجيك. الارثماتيك دوت عمليات جمع. يعني ايه؟ يعني اجمع، اطرح، اقسم، اضرب، صح؟ طب اللوجيك لا، خلي بالك بقى، اكبر من، اصغر من، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، not equal يساوي، or and. يعني ايه الكلام ده؟ انت الحاجات دي احنا واخدينها في ابتدائي. ايه هو؟ انا عندي الاكسبريشنز التعبيرات قسمين، قسم خاص بالارثماتيك وقسم خاص باللوجيك. الارثماتيك انا بقول له اعمل لي عمليه حسابيه، عمليه حسابيه، اجمع لي، اطرح لي، اضرب لي، اقسم لي. طب اللوجيك اقول له greater than or equal, less than or equal, not equal, or او and، or و and. دي حاجات هنعرفها مع بعض. يبقى انا اعرف بس ان انا عندي حاجه اسمها لوجيكال وحاجه اسمها ارثماتيك. طيب دلوقتي انا عايز ابدا اعمل عمليات حسابيه عندي على الجهاز بتاعي والاوراكل هينفذها. خلي بالك ان انت عندك سيكونسلي خاص بعمليات الارثماتيك. يعني ايه؟
يعني عندك عداد او ترتيب في تنفيذ العمليات الحسابيه الجهاز بينفذها. الماشين بتاعك بينفذ ايه الاول؟ وركز معايا ان عمليات الضرب في الجهاز الحاسب الآلي هي بتتم الاول. لو انت عامل عمليه حسابيه ضرب في اسم، في طرح، في جمع، الضرب هو اللي هيتنفذ الاول، بعد كده عمليات القسمه، تمام، وبعد كده عمليات الجمع، وبعد كده عمليات ايه؟ الطرح. يبقى رقم 1 الضرب، رقم 2 القسمه، رقم 3 الجمع، رقم 4 الطرح. ودوت ترتيب تنفيذ العمليات الحسابيه في الجهاز الحاسب الآلي. اما انت شغال على ورقه وقلم عادي، يعمل زي انت عايز. كلام جميل. طيب دلوقتي انا عايز ابدا اعمل عمليه جمع على جمله السلكت بتاعتي. ياه، هو ينفع؟ اه والله العظيم ينفع. بقول لك ايه؟ using arithmetic operator. طيب هنشوف الكود دوت ونشرحه ايه عملي. بص معايا هنا على الكود ده. هنمسح بس الكولمز دي وهنبدا نكتب الكولمز بتاعتنا. هنا هنعمل ايه؟ هنعمل سيلكت. سيلكت ايه؟ اللاست نيم. ها، وبعدين كوما. برافو. هنعمل ايه تاني؟ الكولمز التاني مثلا السالري، المرتب. ها، وبعدين كوما. برافو يا باشمهندس، سامعك. التالت انا عايز اعمل عمليه جمع بقى. هقول له السالري مثلا ربنا كرمنا وعملنا صفقه حلوه كده، وقلت انا هدي كل الموظفين اللي عندي مكافاه 300 جنيه. فانا عايز ازود 300 جنيه على المرتب الشهر ده، بس الشهر ده شهر 10 ده. هنقول مثلا بمناسبه اكتوبر وكده واعياد اكتوبر المجيد، ان احنا هندي الموظفين مكافاه 300 جنيه لكل موظف في مرتب الشهر بتاع اكتوبر. هنعملها ازاي؟ هقول له سيلكت اللاست نيم والسالري عشان اعرف هو هيبقى كام. هقول له السالري بتاعي اللي هو موجود عندي مجموع عليه ال 300 جنيه اللي انا هضيفهم بس. شكرا. طب يا باشمهندس، طب نصبر بس، نصبر وركز معايا. والكلام دوت منين؟ من المول؟ لا، من الجدول بتاعي. يبقى سيلكت العمود الاولاني، العمود الثاني، والعمود مجموع عليه ايه؟ 300. يقول له اكسكيوت، نفذ. سوري، انا غلطان بس في الكلمه. بص، ادي اللاست نيم وادي عمود السالري بتاع كل واحد. واوبا، بص حاجه جديده قوي. ايه ده؟ الراجل ده كان بياخد 2600 وراح مطلع لك كولمز اساسا مش موجود في الداتابيز. عمليه الجمع بتاعتك السالري دوت مجموع عليه 300 جنيه. جمع 300 على 2600 بقى كام؟ 2900. الراجل ده بياخد من فلول النظام بياخد 13000 جنيه. ده خد بقى كام؟ بقى 13000 وكام؟ و300. تمام؟ طيب نبدأ ننفذ الكود دوت على السيكوال ديفلوبر. سيلكت مين؟ سيلكت اللاست اندرسكور نيم وايه؟ ها، برافو، كوما السالري بتاعي، ها، كوما السالري بتاعي بلس او اديشن ال 300 جنيه فروم مين؟ فروم الامبلويز. اهو زود لي الكولمز وجمع الدنيا عندي ازاي. تمام، كلام جميل قوي 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 قوي، حاجه حلوه قوي خالص يعني. نرجع للسلايد بتاعتنا. طيب نيجي هنا هنقول له ايه؟ خلي بالك بقى ان انا عايز اعمل كذا عمليه حسابيه مع بعض. بمعنى انا عايز احسب المرتب السنوي. الراجل ده بياخد كام في السنه؟ فانا هعمل ايه؟
هضرب المرتب في كام؟ في 12 عدد الشهور بتاعتي. برافو. طيب هعملها ازاي؟ لو جيت هنا قلت له 12 مضروبه في السالري زائد ال 300 هتحصل؟ هينفع؟ ها؟ في ناس بتقول ما ينفعش، ليه مش عارف. طب ما نصبر كده ونشوف. الله 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 الله، بص كده، ادي اللاست نيم وادي السالري بتاعي، وبص عمود كده 12 في السالري زائد 300. طب هنا نفذ انه الاول؟ ها؟ نفذ ايه؟ انا دلوقتي لما شرحت جمله السلكت الاولانيه، لو انا جيت على جمله السلكت اللي هي فيها عمليه حسابيه اللي هي ديت، جيت قلت له يزود لي، انا عايز ادي الموظفين بتوعي 300 جنيه مكافاه، تمام؟ فبقول له ايه؟ بقول له سلكت اللاست نيم والسالري واجمع لي السالري اللي موجود عندي اوريدي زائد كام؟ 300 جنيه. منين؟ من الامبلويز. قلت له اكسكيوت، نفذ، راح مزود لي كولمز في عمليه الحسابيه الناتج بتاع العمليه الحسابيه اللي هو ماسك السعر دوت وجمع عليه كام؟ ال 300. طيب انا عايز اعقد العمليه شويه واقول له احسب لي المرتب السنوي، بمعنى اضرب لي المرتب في كام؟ في 12 بس زائد ال 300 جنيه دول. فانا اقول له 12 في بس، هو ده اللي انا زودته، وانا هستنى شويه شويه لحد ما تبقى الخطوات واضحه. انا قلت له 12 في السالري زائد ال 300، كلام جميل، وقلت له اكسكيوت. ظهر لي ايه؟ ظهر لي العمود الجديد دوت، قال لي 12 في السالري زائد 300. طب سؤال بقى، سؤال، انه عمليه حسابيه اتنفذت الاول؟ وحضرتك تجاوب في سرك. ها، برافو، عمليه الضرب. انا سامع ناس بتقول عمليه الضرب. هتقولي سامعنا ازاي؟ هقول لك احساس بقى. 12 الاول مسك ال 12 ديت، مسك ال 12 ضربها في ال 2600 وزود كام؟ 300. يعني هو دلوقتي حسب ال 300 جنيه على شهر واحد من ال 12 شهر اللي عندي. مش فاهم. انا دلوقتي انا عندي 12 شهر، جيت في شهر اكتوبر اللي فيه 6 اكتوبر زودت الموظفين 300 جنيه وحسبت المرتب السنوي وقلت له 12 في السالري بتاعي زائد ال 300. 12 في السالري زائد ال 300، تمام؟ ادي 12 في السالري بلس ال 300. عمل ايه؟ مسك ال 12 هنا ضربها في السالري والناتج جمع عليه كام؟ 300. طيب لو انا عملت برانسيسز اللي هي الاقواس بتاعتي هنا كده وقلت له هنا هيعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ هيجمع السالري على 300 والناتج هيضربه في كام؟ في 12. هنشتغل على كام؟ على الموظف الاول ده بياخد 2600. قبل ما نعمل الاقواس كان بياخد المرتب السنوي 31000 وكام؟ و500 في السنه. وهنعمل اكسكيوت بعد ما عملنا الاقواس. بص هشوف الناتج اتغير ولا لا. بقى بياخد 34800. اتغير ولا ما اتغيرش؟ هنا بقى ان انا اعمل تحجيم وايه ريستريكتد ان هو ينفذ العمليات المبنى داخل الاقواس الاول، واللي يطلع يضربه في كام؟ في 12. يبقى هو هنا اللي بيشرحه اهو. انا هستنى شويه لحد ما تحمل الصوره عندكم. هنا سيلكت اللاست نيم والسالري، ال 12 ديت مضروبه في السالري بلس ايه؟ بلس ال 100. هينفذ ال 100 الاول وبعد كده يضرب في كام؟ في 12.
تمام. تمام. طيب حاجه جميله قوي. انا عندي حاجه في الاوراكل اسمها النال فاليو. النال ايه؟ انا هشتغل هنا اهو النال فاليو. انا هستنى شويه. انا عندي حاجه اسمها النال فاليو، اتمنى الناس تكون شايفه معايا. هقول له ايه هي النال فاليو ديت؟ النال فاليو قيمه غير معرفه، لا هي صفر ولا هي يعني حاجه غير معروفه. حاجه هو هنا بيشرحها بيقول لك ايه؟ قال لك a null value. a null is a value that's invisible او unsigned unknown، حاجه مش معروفه، لا هي زيرو. تمام. هي بص is not the sum as a zero or a blank space، يعني حاجه مش قيمه، يعني حاجه مش معروفه. طب دي بتبان في ايه؟ ده بيبان في الراجل اللي بياخد كوميشن. ده بيبان في الراجل اللي بياخد كوميشن، يعني عموله. انا عندي دلوقتي موظفين الشركه الخاصه عندي مندوب المبيعات. مش كل الشركه بتاخد عموله، مندوب المبيعات هو الراجل الوحيد اللي بياخد عموله. تمام. فانا عايز اشوف العموله دي تبان ازاي. هقول له سيلكت اللاست نيم والجوب اي دي والسالري والكوميشن بس تي، ده اسم العمود، اسم العمود. تمام. واقول له اكسكيوت. بص كده ادي عمود فاضي اهوت مفيش فيه قيم، ده نال فاليو، ده نال ايه؟ فاليو. الراجل دوت مش مندوب مبيعات. انا عندي الناس اللي هي مندوب مبيعات اللي هي بتاخد بس ايه؟ قيم. الناس اللي مندوبين مبيعات هم اللي بياخدوا الفلوس، هم اللي بياخدوا العموله. بص هنا اهو، بص ظهرت لي هنا قيم بقى. ديت الناس اللي هي بياخدوا ايه؟ عموله عندي، اللي هم مندوبين مبيعات عندي، دول بقى النال فاليو. تمام. طب في واحد هيسالني هيقول لي انا هعرف اسامي العواميد ازاي او هستخدم جمله سيلكت ازاي؟ حضرتك هتعمل بس كل لما هتعمله ان شاء الله لما تسطب البرنامج، الناس مش هتسطبها، هتعمل سيلكت استريك فروم الامبليوز، هتعرف اسامي العواميد اللي عندك. تمام. طيب هنيجي على بعد كده ان انا ازاي ابدا اعمل عمليه حسابيه على النال فاليو. عمليه حسابيه على النال فاليو. لو انا جيت هنا ومسحت الكومه ديت وقلت له ايه؟ قلت له اجمع لي السالري على الكوميشن والناتج اضربه في كام؟ في 12. انا بحاول ابطئ نفسي عشان الصوت يوصل مظبوط. انا بحاول ابطئ نفسي علشان الصوت يوصل مظبوط. تمام. انا ضربت 12 في السالري زائد الكوميشن ب 60 وقلت له اكسكيوت. هنا في عمليه ضرب وعمليه جمع حصلت، خلي بالك. الله، ده ما ظهرليش حاجه اصلا، ما ظهرليش حاجه. اللي هو ده. انا عايز اعرف حاجه عندي موجوده عندي في السيكوال اللي هي النال فاليو، اللي هي قيمه غير معروفه، قيمه مجهوله بالنسبه لي. وده هو بيبان قوي في العمود الخاص بالعمولات. بمعنى انا عندي الشركه بتاعتي فيها موظفين، فيها محاسب، فيها اتش ار، فيها امين مخزن، فيها بروجرامر، فيها مهندس، وفيها مندوب مبيعات، الراجل اللي بيسوق لي او بيعمل لي تسويق المنتج بتاعي. الراجل دوت كل ما بيبيع اكتر بياخد عموله. اما الراجل المحاسب او بالنسبه للاتش ار ده ياخد عموله علشان على اساس ايه؟ يعني ما بياخدش عموله. فانا عندي الناس اللي بتاخد عموله بس
هم الناس اللي شغاله في السيلز في المبيعات. طب بالنسبه للناس التانية ما بتحطش ليها عموله، ما بيتحط صفر. صفر يعني قيمه، صفر قيمه، هو ما بياخدش حاجه. بص كده وركز معايا قوي، الراجل ده بياخد مرتب بس ما بياخدش عموله. الناس دي كلها ما بتاخدش عموله، الناس دي كلها ما بتاخدش عموله. هنيجي كده نقلب، ما بتاخدش عموله كمان قلبه. بص بقى، الناس دي بدأت تاخد عمولة لأن الراجل دوت شغال في حاجة اسمها اس اي مان. يعني ايه؟ سيلز مان، مندوب مبيعات. بسم الله ما شاء الله، مرتبه 14000 جنيه، ربنا يوعدنا كده جميعا. وبياخد عمولة 4% أو 4 من 10، اللي هي 40% يعني. تمام؟ طيب أنا دلوقتي عايز أحسب عملية حسابية بسيطة كده هنفذها، تمام، على الكوميشن بستي والسالري. هشيل القيمة ديت وابدأ اجمع الكوميشن بستي على السالري، تمام، وهضرب ده كله في كام؟ في 12. انا هو ده كل اللي انا عملته قبل ما الدنيا تهنج وتبوظ كده. ضربت 12 في السالري وجمعت على الكوميشن. بص انا هعمل ايه، بص الراجل ده بياخد مرتب، والله العظيم بياخد مرتب وما بياخدش عمولة. بص ركز معايا اهو، ما خدش حاجة خالص، ضحكت عليه. ازاي يا باشمهندس؟ ركز معايا بس ونهدى بس على الاسئلة. 12 في السالري زائد الكوميشن ب 60. الراجل ده كان بياخد من شوية عمود هنا. طب بص هنا، هعمل لك حاجة حلوة قوي. هاجي هنا واقول له طلع لي السالري كمان، عشان بس تبان قدامك تبقى واضحة. بص كده السالري ظاهر اهوت وما بياخدش مرتب في السنة. طب ازاي؟ ركز معايا بس ونصبر ثانية واحدة وهنلاقي الدنيا واضحة معايا. بص هنا الراجل ده بياخد في السنة كام؟ المبلغ ده، تمام؟ طب ليه يا باشمهندس الناس ديت مش ظاهر لها مرتب؟ اكتبها قاعدة عندك كده، اكتبها قاعدة عندك كده، ان اي عملية حسابية في النال فاليو بنال فاليو. اي عملية حسابية في النال فاليو كام؟ نال فاليو. اي عملية حسابية اضربها واحسبها اجمع على نال فاليو بنال فاليو، اضرب في نال فاليو نال فاليو، اقسم على نال فاليو نال فاليو، اطرح من نال فاليو نال فاليو. يبقى انا هنا لما انا عملت العملية الحسابية بتاعتي هنا، تمام، وضربت ال 12 في السالري في الكوميشن جاب لي نال فاليو. طب ازاي اتغاضى على القصه ديت؟ هو هنا بيشرحها لك، هيشرحها لك في المره في المحاضره اللي بعد الجايه ان شاء الله، ازاي نتغاضى ونحل المشكله ديت. تمام؟ يبقى انا كده دلوقتي عرفت ازاي اطلع نال فاليو، عرفت ازاي اعمل عمليه حسابيه على النال فاليو. طيب اسم العمود قوي مش عاجبني خالص. ايه 12 في السالري زائد الكوميشن ب 60؟ مش عاجبني قوي. طب انا عايز ايه الحل للموضوع دوت؟ الحل اللي اتعمل، انا اهدى شويه اهو عشان الناس تشوف. الحل اللي اتعمل ان عندي حاجه اسمها الالياس. عايز اكتب الياس. يعني ايه اكتب الياس؟ اسم مستعار للكولمز. يعني ايه؟ يعني اقول له بدل ما تظهرهولي بالمنظر ده اظهرهولي بكلمة مثلا annual sale. تمام؟ اي كلمة عموما يعني. بص annual sale، تمام اهو. طب ازاي اكتب بقى الالياس ده؟ ازاي اكتبه؟ قال لك ايه؟ انا فايدته ان انا بعمل رينيم للهيدر بتاع الكولمز. انا بغير الاسم اللي فوق ده بس.
الاسم في الداتابيز ما عادي زي ما هو، انا بغير الاسم اللي فوق ده. طب اغيره ازاي؟ قال لك انت عندك شويه رولز ان انت ممكن تعمل الكلام دوت، لازم يجي بعد الكولومز اللي انت عايز تعمله. يعني انا عندي اللاست نيم، الجوب اي دي، السالري، والسالري في 12، السالري في 12 ومجموع عليه كوميشن بستي، انا عايز اعمله على الكولوم ده. هاجي بعديه واخد مسافه كده، تمام، وابدا اكتب الاسم اللي انا عايزه، او اكتب كلمه ايه، از، او اكتب كلمه ايه، از. بس انا ممكن ما اكتبش كلمه از، عادي براحتنا، ممكن نعملها كده من غير كلمه از. قال لك الاز ديت اوبشنال، اوبشنال كي وورد، تمام. طيب انا عايز ان هو يطلع بمنظر معين، يعني عايز اول، بص خلي بالك ان انا كاتبه سمول وهو كاتبه هنا ايه كله كابيتال، لا انا عايزه ان انا يظهره لي بالسمول كده. فانا هقول له ايه، حطه لي بين دبل كوتيشن اللي هي نقطتين كده. بص هيظهره لي سمول ازاي، ظهر زي ما انا عايز. يعني انا دلوقتي لما اجبره واقول له ظهره لي بفورمات معينه، لازم احطه بين ايه، دبل كوتيشن، دبل كوتيشن. طيب في مشاكل في الموضوع ده؟ لا اطلاقا، ده بالعكس، ده بينظم لي الدنيا وتبقى عندي الدنيا شكلها جميل، تمام. اهو زي ما هو هنا عامل في الامثله ديت. حضرتك هتطبق لي الامثله ديت، انا طبقت لك مثال عليها، حضرتك هتطبق لي الامثله ديت دلوقتي لما ان شاء الله لما تذاكر هتطبقها لي عملي، تمام. طيب ازاي ابدا احط تو كولم في عمود واحد؟ ازاي احط 2 عمود في عمود واحد؟ يعني عايز اقول له ايه، هات لي اللاست نيم والفيرست نيم جنب بعض في عمود واحد. انا عندي حاجه اسمها اللي هي كوميونيكيشنز اوبريتور، اللي هي الربط، وانا بستخدم فيها التو بار دول، انا بستخدم فيها التو بار دول. لو انا جيت قلت له سيلكت اللاست نيم وكونكات، اسمها كونكات كوميونيكيشن كونكاتينيشن، سوري كونكاتينيشن، انا اسف، اسمها كونكاتينيشن اوبريتور. فبقول له لاست نيم كونكات الجوب اي دي، وقال له از يعني حط لي بعدها الياس، يعني الاثنين دول يسموهم لي بالاسم ده، وفروم الامبلويز. لو جينا كده نجرب الكود ده كده مع بعض، وجيت خدته وقلت له طبق لي الكلام دوت، قلت له سيلكت اللاست نيم كونكات الجوب اي دي واز الاسم ده منين، من جدول الامبلويز. بص هتظهر لك ازاي، اسم الموظف والوظيفه بتاعته، اسم الموظف وايه والوظيفه بتاعته. طب يا باشمهندس الاتنين لازقين في بعض، انا مش شايف مين الاسم ومين الوظيفه. قال لك في حاجه حلوه قوي، ان انت ممكن تعمل ايه، تعمل مسافه كده حلوه وتعمل كونكات تانية جميله اهو، تمام. وعايز تكتب ايه حضرتك، عايز تكتب مثلا كلمه از، هتقول له سنجل كوتيشن، سنجل كوتيشن، وهتكتب له مثلا كلمه از ا، واقول له اكسكيوت كده. بص اهو ظهرت لي كلمه از ازاي، فصلت لي بين الاسم وبين ايه الوظيفه. طيب انا ممكن اخليها مسافه، امسح اس ا واخلي بص بين السنجل كوتيشن ده مسافه. يبقى انا بعمل ايه، انا عشان اعمل مسافه مهما ازود هي مسافه واحده، يبقى سيلكت اللاست نيم كونكات مسافه بين سنجل كوتيشن كونكات، ده انا بفصل في عمليه الربط بين التو كولمز اللي عندي، تمام تمام. وممكن اكتب لترال سترينج اللي هي خاصه بكلمه اس ا، تمام، الكلمه اللي احنا كتبناها مع بعض.
طيب انا هاخد الكود ده كوبي كده وهشرحه على هنا عشان يبقى واضح. وهستنى شويه لحد ما الناس تشوف البراوزر عندي. دلوقتي انا عايز احط كلمة بين عمودين، بس خلي بالك ان الكلمة ديت فيها اختصارات زي الاتز اي تي، وخد الاس ديت خدها ايه اتز مع بعض. يعني ايه حط ابوستروف او حط كوما فوق هنا، يعني فيها فورمات معينة، وفي هنا كوما وفي نقطتين. طيب ازاي اخليه يظهر بالفورمات دوت؟ قال لك الاوريكل عملت لك حاجة اسمها حرف كيو. ده حرف كيو ده بيمكنك من انك تدخل كلمة ثابتة بين 2 عمود، ويكون الكلمة دي فيها اختصارات وفيها كوما وفيها شوية فورمات معينة. ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك ازاي، وركز معايا ركز معايا لحد ما تفهمها مني ان شاء الله. سيلكت الديبارتمنت نيم، هيختار ايه؟ رقم الاداره. كونكات لحد كده مفيش اي مشكله، وقلت له كيو علشان استخدم وظيفه الكيو. هعملها ازاي؟ بص معايا، هيبقى ايه؟ هعمل عمليه الاسم العمود، اسم العمود، تمام. كونكات هتعمل حرف ايه؟ حرف الكيو، وهتعمل دبل سنجل كوتيشن، هتخش جواها هتعمل اي قوسين. لو عملت كده او كده او كده، اي قوسين زي بعض، وهتخش جوه تكتب الكلمه اللي انت ايه عايزها. بعد كده هتعمل كونكات اسم العمود التاني اللي هو عامله فوق ده. يبقى انا علشان استخدم الكيو انا بعمل ايه؟ بقول له سيلكت اسم العمود الاولاني كونكات، وبعمل كيو. دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا بخلي لي الكلام بيظهر بفورمات معينه بيبقى فيه اختصارات، تمام. بيعمل ايه بقى؟ اقول له كونكات، بفتح سنجل كوتيشن وسنجل كوتيشن، وبعمل اي قوسين زي بعض، وببدا اكتب الكلمه زي ما انا عايز، واقفل بكونكات اسم العمود التاني. نمسح الكلام العربي ده بس، تمام. واقول له ايه؟ اقول له اكسكيوت. بص معايا كده، قال لك الادمنستريشن كوما المدير بتاعها رقمه كذا. في مشكله؟ واو، خلي بالك ان هو هنا اداله الياس ده اسمه مستعار العمود. تاني شباب لو سمحتوا ركزوا معايا. انا مسجل المحاضرة، الباوربوينت. دلوقتي انا عندي لو انا عندي مثلا بيانات متكررة في الجدول، بتاعي، لو بصينا كده على عمود الادارات في جدول الموظفين، انا عندي مثلا كل 10 موظفين في اداره، فعندي رقم مثلا اداره 10 متكرر كذا مره. بص كده لو قلنا مثلا
على الكود ده select الديبارتمنت اي دي فروم الامبلويز. بص كده 50 متكرره مرتين، الدولار 20 متكرره مرتين، الدولار 90 متكرره 3 مرات. طيب انا عايز استخدم طريقه ان هو ايه يمنع لي التكرار دوت ويجيبها لي مره واحده، يعني يجيب لي 50 مره واحده، يجيب لي 20 مره واحده. ازاي؟ قال لك انت عندك حاجه جميله قوي اسمها جمله distinct. جمله distinct بتكتبها قبل العمود اللي انت محتاج تمنع فيه التكرار. كلام جميل. وبعد كده بتقول له execute، بتقول له select distinct العمود دوت منين؟ من جدول الامبلويز، يعني امنعني البيانات المتكرره في جدول الامبلويز. 100 ظهرت 100، 30 ظهرت 30، 20 ظهرت مره واحده، 70 ظهرت مره واحده، 90 ظهرت مره واحده. بعد ما كانت مكرره ظهرت لي كام مره؟ مره واحده. تمام؟ تمام. الفرق بقى بين الاي سيكوال بلس والسيكوال، قال لك ان السيكوال دوت يا باشمهندس اللي احنا جبناه من قائمه ستارت ده لانجوج، دوت انفايرمنت. هنا علشان ابدا اكتبه لازم سيمي كولم، وهنا مش لازم سيمي كولم. هنا دوت ستيتمنت مالتيبل داتا اند تيبل ديفينيشنز ان داتابيز، ودوت بيرن على البراوزر. الحاجات دوت مش يعني انت مهم ان انت تعرف ايه الفرق. بس احنا هنستخدم على الاي سيكوال بلس مش محتاج ان انا اكتب سيمي كولم، انا بكتب كوماند. تمام. هنا انا بكتب ستيتمنت، هنا لازم اكتب سيمي كولم. في الاي سيكوال، في السيكوال هنا، الاي سيكوال هنا ما محتاجش الكلام دوت. تمام. هنا قال لك بيشرح لك ازاي تستخدم البراوزر. بتكتب هنا اليوزر نيم والباسورد بتاعك، هنا البيئه اللي انت بتكتب فيها الكود بتعمل اكسكيوت. لو انت عايز تسيف الكود دوت بتسيفه من هنا، لو انت عندك كود عايز ترفعه بترفعه من هنا، لو انت بتكنسل من هنا. الكلير بتاعك انت عايز تمسح، عايز تطلع من الداتابيز، عايز تظبط الداتابيز بتاعتك، عايز تعمل هيلب لعندك. في كود جميل قوي. اخر حاجه النهارده. تمام. وهنفتح باب الاسئله، وانا بعتذر على اللي بيحصل دلوقتي يعني من تقطيع الصوت. حاجه اسمها describe employees. يعني ايه describe employees؟ يعني انا عايز اشوف اسامي الجدول اللي عندي والعواميد اللي عندي والكلام دوت، فبعمل له استعراض. describe، كلمه describe بتعمل لي استعراض للاستراكشرز، الهيكل البنائي الخاص بالتيبل. فلما اقول له describe employees، جه هنا قال لك ايه؟ قال لك بص ادي اسماء العواميد. قال لك ان العمود دوت ما ينفعش يتساب فاضي. احنا ركز دي في اسامي العواميد لو انت عايز تعرف اسامي العواميد اللي عندك عشان تبدا تشتغل على جمله السلكت. تمام. والنوع ده طيب ده بياخد رقم ولا حروف ولا تاريخ؟ تمام. طيب لو انا عندي خاصيه ان انا ممكن اختصر الكلمه الى كلمه ديسك، DESE، واسم التيبل هيتنفذني نفس الامر برضو. تمام. دوت الفايده منها ان هي بتبين لي الديفينيشنز الخاص ب التيبل. انا كده خلصت، هوقف التسجيل وهفتح باب